معاكم دكتور محمد بحروس. النهارده هنتكلم عن العيب. كلمة عيب بتمثل كل العادات والتقاليد اللي اتربينا عليها. ما هو العيب أكيد عيب، واللي مش عيب يبقى أصول وتربية، وهو الصح وعين العقل. العيب كانت كلمة ليها قدسية وأهمية، ترتيب وقدرات تفوق خيال الجيل ده. اللي عنده العيب واللي ما يصحش والحرام خيال علمي أو تخلف ورجعية، في حين إنها كانت كلمة قائدة ورائدة في أيام آبائنا وأجدادنا. حكمت العلاقات بالذوق وحطت حجر الأساس لأصول التربية، عرفناها من الأمهات والآباء وتقبلناها بحب. كلمة عيب عدلت سلوكنا وبقت جامعة مختصرة في 3 حروف، خرجت زوجات كلهم صبر، صنعوا مجتمعات من الذوق والاحترام، وخرج منها رجال بمعنى الكلمة قادة في الشهامة والرجولة. أبجديات عيب جامعة بحد ذاتها ب3 حروف، قدر الصغير الكبير واحترم الجار جاره وتعاملنا مع الكبير والقريب والبعيد بمحبة وأدب. كان الأب يقف ويقول عيب، عمك، خالك، جارك، مدرسك، سلم، سامح، ارفع النعمة من على الأرض. وكان يتقال للبنات عيب، ما تعليش صوتك، عيب، ما تلبسيش كده. فتربت البنات على الحشمة والستر والأدب واحترام النفس، وتربى الشباب على الاحترام، احترام البنات كإخوات. عيب تبص للستات، ما ترفعش صوتك قدام أستاذك، ما تستهزأش بالمسن. وتربى الصغار على العيب، عيب ما تنقلوش سر الجار، وكمان عيب سر البيت ما يطلعش بره. وكان السر ده حتى في اكلنا ايه او اتكلمنا في ايه، مش التيك توك وما شابه اللي بيطلع صور البيت وستات البيت في الميديا. والناس كانت بتربي على ان العيب اهم من الحرام، لان اللي مش هيعمل العيب مش هيوصل للحرام، غير ان الحرام بينك وبين رب الناس، لكن العيب اللي بيعاتبك عليه المجتمع، لغاية لما تروح لربنا في الآخرة وتشوف بعينك انت عملت ايه. من ساعة ما كلمة العيب بكل ما تشمله من معاني ما بقتش مستخدمة ومعطلة. شفنا التحرش عيني عينك، وشفنا التبجح، وشفنا التنمر وقلة الأدب، وشفنا البيوت والستات عرايا سواء على الانترنت أو في الشارع، عادي جدا، لأنه مفيش كلمة عيب، واستبدلت بأنت مالك، خليك في حالك. ما هو كلمة خليك في حالك دي خربت المجتمع، وتحول حال كل الناس للاستهتار بالقيم، وأصبح حالهم شبه المسخ. أيوة، بقى مسخ اجتماعي، حرق للقيم. لازم يكون في قانون اجتماعي، مش بس قانون وضعي، مش بس قانون وضعي العيب، عشان نحافظ على قيمنا ونكون مخلوقات محترمة، مش أنعام ماشية على الأرض بنعمل اللي نشوفه دون احترام للمجتمع أو للآخر. من ساعة ما بطلنا العيب وما يصحش، ما بقاش في طعم لأي حاجة، حتى الفرق بين الحرام والحلال اختل. بقت الدنيا ملهاش طعم، وبقى في اختلاط بين كل حاجة وحاجة، وبقى الحرام والمخالف للقانون عادي طالما محدش بيقول لك كده. ما يصحش يا جماعة، لازم نفعل كلمة العيب عشان ما يحصلش الأكبر منه ويختل الميزان. لازم نعدل الموازين اللي اتقلبت، ونرجع لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا اللي عيشتنا في رقي واحترام.